المحشي من ألذ وأسهل وأطعم الأكلات الشعبية عندنا هنا في مصر، وما ينفعش أصلا يعدي الأسبوع، وخاصة في الشرقية عندنا اللي هي بلدي، إلا لما لازم المحشي ده يتعمل أسبوعين. النهاردة هنعمل طاجن ورق عنب باللحمة وشوية محشي خاص بخلطة جبارة. كل اللي هيدوقه بجد هيشكرك عليه وهيدعيلك. وهوريك ازاي تلفي ورق العنب وازاي اصلا ما يتفكش منك. شايفين الصوبع؟ وما يتفكش منك مهما عملت فيه ايه. وكمان هقولك على تركاية لتسوية الرز او تسوية المحشي، وازاي يطلع معاكي مفلفل قوي. هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نسوي المحشي. ما تنسوش سبسكرايب واللايك والكومنت، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعمل خلطة المحشي، خلطة بجد جبارة. لو اتبعت كل الخطوات اللي انا قلتلك عليها هتبقي استاذة في المحشي. اول تركية في خلطة المحشي لازم يبقى معاكي كمية طماطم، يعني سيبي ايدك في الطماطم، وكمية بصل وفيرة برضو. يبقى اول حاجة معانا بصل وطماطم، ومعانا 7 بهارات وكمون وفلفل اسمر وملح ومعلقة صلصة. فوق عندي بقى على النار هنزل بمادة دهنية. تمام. وبعدين هنزل بقى بكمية بصل، زي ما قلنا كمية بصل محترمة يعني وفيرة زي ما قلنا. بصلة المحشي لازم يبقى لونها اصفر، لا تبقاش مثلا ما تبقاش محمرة زيادة عن اللزوم او لونها ابيض. يبقى لونها اصفر. اول ما البصل كده يلون اصفر وريحته تطلع. ومية سلق ورق العنب هننزل فيها بمعلقة زيت واحدة بس. وزي ما قلنا اول ما البصل يطلع ريحته ولونه يبقى مصفر كده هننزل بعصير الطماطم وهنقلب. وهننزل المفروض ان احنا ننزل بمعلقة الصلصة. والبصلة بتحمر. تركاية مهمة جدا للمحشي، التوابل ما ينفعش نضيفها اول ما ينزل بالطماطم. نستنى لحد ما الصلصة ما تبدأ تتسبك والمية بتاعتها كده تتشرب وتعمل بابلز، ونبقى ننزل بالتوابل بتاعتها، اللي هي عبارة عن معلقة من 7 بهارات، معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، ملح. تمام. اول بقى ما يتسبك هغسل الرز، رز مصري، وهنزل عليه بالصلصة، وهنزل بكمية خضار، كزبرة، بقدونس، شبت. هننزل بكمية محترمة من الخضروات اللي قلتلكوا عليها دي. وبعدين هنبدأ بقى نيجي نحشي. انا هنا مبطئة الفيديو شوية عشان تشوفي اللفة بتاعت ورق العنب. شايفة؟ شايفين؟ شايفين اللفة ازاي؟ سهلة وبسيطة والله يا جماعة يعني. انا مش عارفة ايه الصعوبة في لف ورق العنب. يعني انا كنت عملته معاكم السنة اللي فاتت، وناس كتير قالوا لي في الكومنتات يعني انت بتلفيه ازاي. بسيط بسيط زي السيمبل خالص يا جماعه اللي انتوا شايفين. بصي هنحط المحشي الورق، نحط الرز يعني في النص كده. ده عشان ورق صغير طلعه صغيره، لكن لما تبقى الورقه كبيره بتبقى كبيره معاكي. بس شايفين؟ هنحط الورق في النص، الرز في النص كده. دي كانت ورقه كبيره فكنت اسماها. وهنبدا نلف رول كده، وهنجيب الطرفين من الجناب كده. بس شايفين؟ سهل وبسيط والله يا جماعه. هنا بقى هنجيب اللحمه. انا اللحمه بتاعتي هنا سلقتها لان انا كنت مجربه قبل كده قطعه اللحمه دي، وكنت عارفه ان هي تغيب شويه في السوا. فانا سلقتها اديتها سلقه. وبعدين هنرصها في الطاجن من تحت. وبعدين هنجيب ورق العنب اللي احنا رصيناه. شايفين يا جماعه المنظر؟ شايفين الصوبع مرفوف ازاي وجامد؟ يعني هو بيتكلم عن نفسه. ده بقى نرص في الطاجن من تحت. انا رصيت هنا اول صف ورق عنب، سوري ورق خاص، يعني مليت بيه بس الفراغات، وبعد كده كملته ورق عنب. حتى شايفين ورق الخاص الناس برضو بتشتكي منه. لا بالعكس، هو لفه سهل جدا. بس ورق الخاص قبل ما نلفه لازم نغسله كويس جدا، نشطفه كويس جدا بميه بخل، وبعدين نحط ميه بملح ونحط فيها ورق الخاص من 10 دقايق كده، 15 دقيقة، وبعدين نبدأ نحشيه عشان يدبل ونعرف نلفه كويس مع بعض. وبعد كده هنكمل بقى بقية ورق العنب في الطاجن، وهنملى بيه الطاجن. صدقوني يا جماعة الطاجن ده حلو جدا جدا. طعمه اطعم بكتير من ان احنا نجيب ورق عنب ونسلق لحمة لوحدها. حطوا الاتنين على بعض هتنبهروا. طعمه حلو جدا. اللحمة كانت مستوية قوي ودايبة قوي.
ونصيحة لما تيجي تستخدمي اللحمة في الوصفة دي، استخدمي اللحمة اللي هي زي ما بنقول عندنا هنا في مصر الملبسة، اللي هي فيها ايه، فيها دهون. مش عارفة بقى انتوا بتقولوا عليها ايه في الدول الاخرى، بس احنا بنقول على اللحمة ملبسة. وبعدين هبدأ بقى ان انا ارص ورق العنب، ارص رصة مظبوط عشان لما اجي اقلبه. نخش بقى على تاني تركايه، وهي تركايه تسويه ورق العنب. دي مرقه اللي انا كنت سلقه فيها اللحمه. ما عندكيش مرقه، هاتي مكعب مرقه دوبيه في ميه سخنه وانزلي بيه. تمام. التسويه ورق العنب او ورق الخس، بحط ميه لحد اول سطر، بحط ميه لحد اول سطر. اذا كان ورق عنب، ورق خس، ورق سلق، ورق اي ورقيات انا هحشيها. طب لو انا هعمله بتنجان او كوسه، نفس الحوار. وهغطيه بقى بورق فويل، او لو الطاجن بتاعك ليه غطا تمام، مفيش غطا هتغطيه بورق فويل. وهتبدأي تكبسيه كده وتعملي الغطا اللي انت عاملاه عليه كده زي الغطا، علشان لما تيجي تشوفيه في الفرن تعرفي اذا كان استوى او لا، او تيجي تدوقيه تعرفي تشيلي الغطا. هنعمل الغطا، هنعمله كده زي غطا الحل. طيب، طريقة بقى تسوية المحشي. لو انا هعمل محشي مشكل، ورق بقى اي ورقيات، مع كوسة او فلفل او المية بنحطها لحد السطر اللي قبل الاخير. شايفين احنا هنعمل ورق الفول زي الورق الغطا ازاي، عشان نعرف نشوفه في الفرن. هندخله الفرن على درجة حرارة عالية في الأول، أول نص ساعة كده، لحد ما يبدأ يشرب المية بتاعته ونسمع صوت البابلز بتاعتها، أو صوت البقبقة دي زي ما بنقول. هنبدأ نهدي النار. وبعد كده هنلف، سوري، هنرص بقى ورق الخس في الحلة دي، وهنحط تحت حط تحت بصل، شرايح من البصل. وبعدين هرص بقى ورق الخس زي ما انتوا شايفين، وهحط له نفس المية اللي حطيتها او نفس المرقة اللي حطيتها لورق العنب، لحد الصف الاولاني كده، لحد اخر سطر احنا حشيناه وبس. وهحط برضو نفس تسوية ورق العنب، ودخلتهم الاتنين في نفس الوقت، يعني ده على الفرن، ده في الفرن، ده في البوتاجاز. اخدوا مني ساعة الا تلت الاتنين. وكانت اللحمة مستوية جدا، والمحشي مستوي جدا ومفلفل جدا جدا. الطاجن بتاعنا طلع من الفرن، يعني ريحته والله كانت قلب البيت كله. ريحته جميلة جدا جدا جدا، وطعمه فوق الخيال. كل اللي كله ابدع فيه بصراحة يعني، وشكر فيه جدا. هنقلبه زي ما انتوا شايفين، شايفين الجمال. لحظة نتأمل هذا الجمال بقى يا جماعة. شايفين اللحمة متحمرة ازاي ودايبة؟ يعني شايفين المحشي مفلفل ازاي؟ يعني المحشي لو مش مفلفل ما كنتش هتعرفي تهزيه بالطريقة دي. شوفوا هو بينزل، اوبا بقى، شفته بيتكلم عن نفسه اصلا، بيقول لكم يا جماعه انا مفلفل. انا مفيش حبايه طالعه بره المحشايه، مفيش حبايه رز في الحله. شايفين؟ هو ده المحشي المصري المظبوط. اتمنى يا رب تجربوه بالخلطه بتاعتي. وسر خلطه المحشي يا جماعه في السبع بهارات، صدقوني مش هتندموا لو جربتوها، والبهارات الحلبيه. جربوه مش هتندموا، طعمه حلو جدا، مفلفل جدا، ميته مظبوطه 100%. طعم اللحمه كان جميل جدا فيه. وكده الفيديو خلص، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد.